القضية اللي قدام حضراتكم فيها تقريرين للطب الشرعي، ولكن المرصود أمام حضراتكم تقرير واحد. طب الكلام ده بقوله من عندي؟ لا. أستأذن حضراتكم أن نعود للصحيفة 32 من التحقيقات، عشان ده اللي هيفسر لحضراتكم الختم إيه العبث اللي تم. في محضر النيابة العامة جلسة 30/11 الساعة 5 مساء، صاد 32 من الترقيم من أسفل. فتح المحضر، نحن عبد الله مندور وكيل النائب العام، حيث ورد إلينا تقرير المعمل الكيماوي، أورد بيانات المحضر التقرير. صاد 32 يوم 30/11 الساعة 5 مساء. فوجئت وأنا أطالع القضية صاد 37 محضر آخر يوم 3/12 الساعة 10:45 صباحا، عبد الله مندور وكيل النائب العام، حيث ورد إلينا تقرير المعمل الكيماوي في القضية رقم كذا، ثم أورد أيضا فحوى. الله. فأنا حينما أردت أن أستبرئ لهذه الحقيقة، إيه القصة دي؟ ظننت في أول الأمر أن مسألة كتابة التحقيقات على الكمبيوتر دي عملت مشكلة، ولكن هذا الأمر زال سريعا لما تبينت إن المحضر الأولاني اللي في صفحة 32 تاريخه 30/11 الساعة 5 مساء، والثاني اللي في صفحة 37 3/12 الساعة 10:45 صباحا. فلو قيل أن هذا خطأ مادي، ما هنحكم على مقتضى أخطاء مادية، إن ربما يمكن وهو بيستخرج من الكمبيوتر صورة القضية طبع مرتين المحضر. لو صح ذلك لكان من الواجب أن يبقى المحضر نفس التاريخ ونفس الساعة. لكن ألاقي يوم 30/11 الساعة 5 مساء يورد إن التقرير المعمل الكيماوي ورد ويثبت فحواه، ثم يوم 3/12 10:45 صباحا سيادة الرئيس يثبت أنه ورد إلى تقرير المعمل الكيماوي الثاني ويثبت فحواه. لا، يبقى في مسألة، في علامة استفهام غريبة ومريبة. لما عدت التقرير المعمل الكيماوي أمام حضراتكم الوحيد اللي مرفق في التحقيقات، هتجدوا حضراتكم أيهما أصح، بتاع 3/12. طب إيه دلالتي في هذا؟ أن هذا التقرير المعمل الكيماوي مؤشر عليه في صفحته الأولى والثانية بالنظر والإرفاق بتاريخ 3/12. ومن إيه اللي ورا 30/11 ده؟ الذي تم توريده في التحقيقات هو ده سيد الرئيس العبث. لأن الحرز حينما أرسل إلى المعمل الكيماوي في مرته الأولى بختم أحمد هانئ كان مفضوضا، ما كانش متحرز. فلرأب صدع الدليل في الدعوة رجع ثاني يوم 30/11، فتم الالتفات لهذه الفجوة الإجرائية، فتحرز ثاني باسم عبد الله مندور واتبعت للطب الشرعي ثاني، فصدر تقرير 3/12 اللي أمام حضراتكم. اللي يؤكد هذا العبث إن لما تطالعوا حضراتكم عدد الأكياس التي قام في صاد 16 تحريزها المحقق الموقر، عددها 16 كيس. الذي ثابت في تقرير المعمل الكيماوي اللي بتحكم على مقتضى 12 كيس. يبقى إذن تمسك الدفاع بأن عبثا قد امتد إلى الحرز الذي جرى تحليله بمعرفة المعمل الكيماوي، بدلالة أن الحرز الذي تم بمعرفة المحقق الموقر صد 16 من تحقيقات النيابة يحمل بصمة خاتم السيد أحمد هانئ وكيل النائب العام، في حين أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن الحرز المرسل للفحص والتحليل يحمل بصمة خاتم السيد عبد الله مندور وكيل النائب العام، فضلا عن ما أثبت في التحقيقات في الصحيفة 32 بتاريخ 30/11
2022 الساعة 5 مساء من ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، بينما أثبت أيضا في الصحيفة 37 بتاريخ 3/12/2022 الساعة 10:45 صباحا ورود تقرير آخر للطب الشرعي، والثابت من مطالعة تقرير الطب الشرعي الوحيد المرفق بالأوراق أنه يحمل تأشيرة النظر والإرفاق بتاريخ 3/12/2022. أنا ممكن ما أثبتش، أنا يعني خلاص أنا آسف. 3/12/2022 بما يجزم بأن عبثا قد امتد وأن ما جرى تحليله ليس هو ما جرى تحليله. هذه المسألة أمام حضراتكم. آخر حديث في هذه المسألة أن هناك بطلان آخر قد شاب عملية التحريز الأولى الذي قام بها مأمور الجمرك. شوف حضراتكم معالي الرئيس في محضر الضبط الجمركي اللي هو في 25 نوفمبر الساعة 12 ظهر، في آخر صفحة 5 من تحت، قال عرضنا على رئيس مصلحة الجمارك وعلى كذا كذا، فأصدر قراره بتشكيل لجنة مكونة من مين؟ من السيد هيثم أحمد ومصطفى مجد تحت إشرافنا اللي هو هاني أبو طالب. أمام حضراتكم لجنة الجرد ليس فيها من يدعى مصطفى مجد تماما، اقتصر العمل فقط على من وصفتهم ونعتهم في صدر حديثي بفارسي الواقعة هاني أبو طالب وهيثم أحمد عبد الحكيم. وتشكيل هذه اللجنة على هذا النمط وقد خلا منه سالف الذكر حينما أقول أنه أتى موصوما ببطلان. هذه المسألة يضاف إليها ما هو ثابت أمام حضراتكم، أنه أثبت في الصفحة رقم 6 اللي هو الصفحة الثانية من المحضر معالي الرئيس أنه قمنا بعد وجرد المضبوطات وتحرير استمارة جرد. استخدم لغة المفرد ما قالش استمارات، استمارة جرد رقم كام؟ 29/51/40. إذا استخدم لغة المفرد بأنها استمارة واحدة وحدد لها رقم. هتلاقوا حضراتكم 3 استمارات أثبت فيها هذه المضبوطات المزعومة، وستجد أعلى هذه الاستمارات تزويرا فجا. الاستمارة الأولى هي التي تحمل رقم 29/5/41، ثم الاستمارتين الثانية والثالثة، واحدة آخرها رقم 41 وراح عامل 0 بدل الواحد، والثالثة رقمها 42 وعمل 0 بدل الواحد، عمل 0 بدل الاثنين. الأرقام دي أرقام مسلسلة مطبوعة في صدر فوق على الشمال في الاستمارات. قد يقال ردا على ذلك، طب ما يمكن الاستمارات دي علشان يعني يديها رقم واحد وخلاص. لا، ليه؟ محضر الضبط نفسه في ورقتين، كل ورقة تحمل رقما مطبوعا بمسلسل مستقل، ما ادوهاش رقم واحد في محضر الضبط. إذا لو أنت حضرتك كان المسألة أصل أنا عايز أدي الاستمارات كلها رقم واحد، يبقى كان هذا الأمر ينبغي أن يكون في محضر الضبط. محضر الضبط فوق أو أمام حضراتكم قبل كلمة محضر الضبط الرقم المسلسل 29/4/3/5، دي الصفحة الأولى. الصفحة الثانية 29/4/3/6. الله، ما اديتوش رقم واحد ليه؟ يبقى إذا الشخص الذي من المفترض أنه كان عضوا في تشكيل اللجنة المنوط بها المنتدبة للجرد والتحريز ملوش وجود. استمارات الجرد والتحريز التي وصفت باللفظ المفرد أنها استمارة وحيدة برقم محدد وجدناها 3 استمارات. يبقى حينما أخلص من ذلك جميعا، وقد أطلت عذرا سيد الرئيس، أننا أمام واقع تفتيش في مكان مجهول، متهمة حيلة بينها وبين حقائبها في شأن واقعة التفتيش. احنا بنلتمس واستاذن آخر حديثي حافظتي مستندات
الأولى سيد الرئيس فقط فيها بيان صادر عن وزارة الطيران المدني من موقع الهيئة العامة للاستعلامات عند افتتاح غرفة المراقبة المركزية 2500 كاميرا مراقبة بعد أحداث الطائرة الروسية عشان تحوز المطارات المصرية على الجودة. بيان رسمي بيقول اصل ما فيش كاميرات غير الكاميرا رقم 14. تم في البيان ان كاميرات المراقبه لا تترك مكانا في محيط المطار الداخلي ولا الخارج منذ دخول الراكب يستقل الطائره او العكس. محكمه محمود محمد عبد المقصود. علاء خيري كمال. منة الله محمد شلبي. سنة حبس مع الشغل والإيقاف وتقريبا 10,000 جنيه. صدور الحكم الآن على الفنانة منة شلبي بالحبس سنة مع الشغل وتنفيذ إيقاف القرار. طبعا ده القرار اللي صدر منذ لحظات من قبل طبعا رئيس هيئة محكمة جنايات طبعا القاهرة بمعاقبة الفنانة منة شلبي بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة.